السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ اليوم بدنا نعمل أكلة قرنبيط مكمور. يا صبايا، هاي الأكلة جدا جدا مفيدة للجسم، بتعزز الهضم، بتكافح السرطان وبتقوي العظام وبتحسن الدورة الدموية. خلونا نشوف كيف نعمل طبخة قرنبيط بطريقة كتير طيبة، ما رح تندموا أبدا. جربوها. خلونا نشوف كيف بدنا نعمله. بحتاج راسين قرنبيط، راس توم، معلقة كبيرة ملح، كاسة ونص مي، ونص كاسة زيت زيتون. طبعا المشهد جدا خطير، ما بنصح لأصحاب القلوب الضعيفة. خلونا نطلع من هالمقطع. يلا خلونا نبلش. عندي راسين قرنبيط بهذا الحجم، منقطعن لقطع شوي خشنة بهذا الشكل. أنا ما بدي إياهم يكونوا ناعمين لحتى ما يدوبوا معي لبين ما يصلوا على صحن التقديم، لأنه حيمروا بمرحلة قلي وبدي أكمرهم كمان بمي. يلا نبلش نقلي. هلأ رح تشوفوا اللون المطلوب لمرحلة القلي، يعني ما تجوروا عليهم. هلأ بتشوفوا بالفيديو. صبايا، كتروا زيت بالقلي، كتروا زيت بالقلي لحتى ما يحترقوا معكم. عندي هون راس توم مدقوق، حاططله نص معلقة ملح وانا عم دقه. بخلص وجبة القرنبيط او وجبتين قرنبيط وبلش وزع التوم، ما بحطه بالاخير لحتى تصل نكهة التوم لكل القرنبيط الموجود بالطنجرة. بنترك شوية توم لحتى حطها مع المي بالاخير. بحط للقرنبيط نص معلقة ملح. هلأ هيك خلصنا قلي، قلينا كل القرنبيط. انا تركت شوية توم وحطيت فوقهم كاسة ونص مي، وهلأ بحطهم فوق القرنبيط. بنحط الطنجرة على عين الصغيرة لأنه بدي إياه يستوي على نار هادية. مننسف المكونات مع القرنبيط تنسيف، يعني مو تحريك لحتى ما ينهمس معنا القرنبيط ويخرب شكله. هلأ يا صبايا بنحط لها نص كاسة زيت زيتون. هلأ بعد ما غلت المي بنوطي النار تحت القرنبيط وبنتركه على نار هادية لمدة ربع ساعة بالضبط، مو أكتر، ربع ساعة بالضبط. ولازم نغطيه، ما تنسوا تغطوه. هلأ القرنبيط صار جاهز، بيتاكل جنبه لبن متوم وليمون. صحة وهنا، وجربوها وقولولنا إذا كانت طيبة أو لا. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.